قرية من قرى مركز المنصورة، خرج مع رجلين زميلين له يحمل نصف كيلو من مادة الحشيش، مادة المخدرات، ليبيعها قطعا صغيرة على بعض المقاهي المعروفة له. يقول لي: والله يا شيخ وأنا خارج قبيل المغرب بعد ذلك وجدت أصحاب اللحى يتوافدون على قريتنا بأعداد كبيرة جدا. يقول: فأنا أقول للأخوين اللي معايا: إيه اللي خرج الدقون من جحورها كده؟ الدقون يعني أصحاب اللحى، إيه اللي خرج الدقون من جحورها كده؟ هم كتير ليه كده؟ في إيه؟ بقول: فسألت واحدا منهم قلت له: يا شيخ يا شيخ هو في إيه؟ تنزلين البلد كده وهتحتلوها ولا إيه؟ في إيه؟ بقول: فقال له: في محاضرة هنا. قال له: يعني إيه محاضرة؟ قال له: درس دين، درس علم. قال له: لمين؟ قال له: الواحد الشيخ محمد حسان. قال له: ده بيبيع إيه؟ قال له: بيبيع علم، بيبيع علم. بقول له: قعدنا نهزأ بيك ونسخر بيك ونسخر بالدقون والمشايخ. وقعد يسخر بالدقون وغير ذلك، وقلنا الناس اللي جايه، الناس الغريبه دي كلها والناس اصحاب اللحى جايين كلهم عشان يحضروا لمحمد حسان، هو الراجل بيقول كده. فقال له اصحابه الاثنين اللي كانوا موجودين معاه، قال: طب ما تيجي نحضر نشوف الشيخ ده بيقول ايه، ولا الدقون دي بتعمل ايه مع بعض كده، هم قاعدين مع بعض في المسجد. فبعدين دخلوا المسجد، وكانت الخطبه او كانت المحاضره للشيخ محمد حسان كان عنوانها عن وفاة الرسول، والموضوع ده صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. والموضوع ده رقيق رقراق، كلمات الشيخ في هذا الموضوع مؤثرة جدا ومن أشهر دروسه وأشهر خطبه. فبعدين لما أذن العشاء، لما تم أذان العشاء، قال للراجل، قال: إن أنا أدخل أتوضى وارفع الجنابة اللي عليا. نكمل مع بعض الشيخ حسان قال إيه. أذن المؤذن لصلاة العشاء فتسللت ودخلت إلى الحمام، إلى الخلاء، ورفعت جنابة الزنا. كان مرتكبا لزنا فرفع الجنابة من الزنا، وأخرجت نصف كيلو الحشيش وألقيته في المرحاض البلدي هذا القديم، وألقيته فيه وبكيت وخرجت، لكنني لا أعرف الصلاة، لم أصلي في حياتي قط. قال: فقلدت الناس وهم يفعلون ما يركعون ويسجدون وأنا أفعل مثله. قال: وبعد الصلاة حاولت أن أصل إليك فلم أستطع في الزحام. يقول: ونحن في طريق عودتنا خرجنا، فقلت الأخوين معي وأنا أبكي، ونظرت إليهما وهما يبكيان، فقلت لهم: شوفوا يا جماعة، من الليلة دي أنا في طريق وانتوا في طريق. أنا لم أذق طعم الحلاوة التي أعيشها الآن قبل هذه الليلة. أنا كنت ميت وأحياني الله، فأنتوا في طريق وأنا في طريق. قالوا: كنا سويا في المعصية ونحن سويا في الطاعة. نحن معك والله ما ذقنا ما ذقناه قبل هذه الليلة. يقول لي حينما لقيني: والله يا شيخ محمد وأنت تتحدث عن وفاة الرسول شعرت كأنني معه في الحجرة أقف مع من يغسلونه صلى الله عليه وسلم، وبكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل. هذا الأخ الآن أخ من إخواننا، من أصحاب السنة، من طلبة العلم، وأولاده الآن والله منهم من ختم القرآن الكريم كله، وقد تغيرت حاله بفضل الله ثم بفضل الدعوة. تتراجعوا نصح النبي لصحبه. سبحان الله، هو اللي بيدخن واللي لسه مدمن بعد الكلمات دي، هذا المثال الواقعي، لسه ما خدش القرار، لسه ما قررش مع نفسه زي ما الأستاذ بيوم اتكلم وقال: أنا مجرد ما سمعت حلقة والداعية بيتكلم بيقول بطل سجاير عشان ربنا، مش عشانك أنت أو عشان فلان أو عشان علان، ده عشان الملك سبحانه وتعالى. لسه برضه